ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا داخلين على موسم اعياد ومناسبات وعزايم وكحك وبسكوت وبيتيفور وحاجات كده كتير. طيب نعمل ايه بقى في الوقت ده عشان ما نرجعش اللي احنا نزلناه او ما نزيدش قوي في الوزن؟ فلو انا عايزه ابتدي دايت بعد العيد زي ما ناس كتير عماله تقول لي ما نزيدش قوي، فنضطر نقعد ننزل الزدنيه. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ طبعا ناس كتير كانت صايمة اكل نباتي، فول وطعمية وبطاطس وحاجات يعني ايه محددة كده. فطبعا الناس بيبقى نفسها ان هي تاكل اكل اللي افتقدته. فنعمل ايه؟ طيب دلوقتي احنا بالليل نحاول انه نخلي بالنا ما نتقلش قوي في الاكل. تبقى ممكن حاجات بسيطة، ممكن بروتين وسلطة وحبة خضار او يعني حبة نشويات بسيطة. بلاش بالليل نتقل نشويات قوي، فعلى قد ما تقدر ممكن تبقى بروتين وسلطة وحبة نشويات، حاجة بسيطة جدا. نحاول طبعا ما ننامش على طول، احنا بنبقى سهرانين مع عيلة مع اصحابنا، فاكيد هيبقى في وقت كده ان احنا ايه من يعني نقعد شوية قبل النوم. طيب تاني يوم العيد بقى هنصحى الصبح، لو قدرت ان انت تفطر كويس بيض وجبنة معاهم، مع البيض ممكن حتة زبدة صغيرة، وحاول تشيل العيش او اي نشويات عشان نخلي بالنا، عشان لسه داخلين على الوحش الكاسر اللي هي بتبقى في العزومة. فنحاول نركز على البروتين، ناكله كويس ونبقى شبعانين. ممكن نشرب اي حاجة بلبن سكيمد ومعاها سكر دايت. نحاول نبعد عن السكريات على قد ما نقدر او نقللها على قد ما نقدر. طيب انا مش عايز افطر بيض وجبنة النهاردة في العيد، فانا هعمل ايه؟ اوكي، ممكن ندخل بسكوت او كحك او بيتيفور. ممكن تاخد 2 بسكوتة مع شاي باللبن او نسكافيه باللبن او اي كوفي باللبن. هنحاول نخليه سكيمت ونحاول نخليه نص كوباية مع سكر دايت. خلاص. طيب نفسي في كحك، تبقى كحكية مع كوفي او المشروب اللي احنا قلنا عليه، او 2 بيتيفور معاه، او انا بقول او يبقى بسكوت، او واحدة يبقى 2 بسكوت، او واحدة بيتيفور، او واحدة كحك، او 2 بسكوت. معلش نحاول نخلي بالنا على قد ما نقدر، يبقى احنا كده كلنا اللي احنا نفسنا فيه مع المشروب بتاعنا. انا كل هدفي وانا مركزة ان انا مش عايزة ازيد وارجع اللي انا خسرته، بالذات الدهون، عشان انتوا عارفين ان احنا بنعلى بسرعة قوي وبنرجع يعني بصعوبة، كلنا عارفين ده. طيب خلصنا كده الصبح وجبة الفطار، خدنا اللي احنا نفسنا فيه. دلوقتي رايحين العزومة اللي احنا رايحينها، هنعمل ايه؟ طبعا بيبقى فيه على السفرة حاجات كتير قوي، بيبقى فيه بروتين، بيبقى فيه سلطة، بيبقى فيه كربوهيدرات. نعمل ايه؟ ابتدي بالبروتين وحاول تبعد عن المقليات على قد ما تقدر، لان هي مضرة جدا، فنحاول نبعد عنها. فممكن ناخد البروتين كفتة، حتة فرخة او نميكس طبعا بينهم. ناخد البروتين الاول وبعدين ناخد السلطة. نحاول نبعد عن السلطات اللي فيها مايونيز وصوصات وكده، لانه دي هتعتبر من السكريات، لو كلناها هنشيل حاجة من الحاجات اللي جاية اللي هنقول عليها. فيبقى كده البروتين سلطة، نحاول تبقى من غير صوص خالص او دريسنج او الحاجات دي. طيب في رز، في محشي، في ورق عنب، في دول اللي هنتكلم عنهم، دول الفئة. ممكن ناخد 5 معالق رز او 5 وحدات محشي او ورق عنب، فده اوكي مع البروتين اللي قلناه ومع السلطة اللي احنا قلناه. طيب انا في حاجات تانية، في لازانيا وفي بشاميل وفي جلاش وفي حاجات كده. هناكل بروتين زي ما قلنا وهناكل السلطة. ممكن ناخد حتة صغيرة من فضلك اي حاجة بشاميل اللي احنا قلنا عليه. خلاص. نحاول بقى لما خدنا البشاميل او الجلاش نبعد عن المحشي، او ناخد صباعين بس، يبقى صباعين محشي او صباعين ورق عنب مع حتة صغيرة جلاش او حتة صغيرة لازانيا او اي حاجة اللي هي بالبشاميل دي. يبقى انا وانا شغال وانا شايف السفرة وعناية برقت كده عشان الاكل الفطاري الفظيع، هبقى في بالي وفي دماغي انه انا
بحاول انزل الدهون، وانه انا بقابل معاناة عشان تنزل، فاحنا مش عايزين نزيدهم، مش عايزين نطلعهم في اليوم ده، فبنحاول نخلي بالنا ونلمت الدنيا على قد ما نقدر. طيب خدنا الحاجات بتاعتنا، النسبة بتاعتنا اللي احنا قلناها، يبقى بروتين ناكل كويس، وناخد حبة سلطة حلوين، وناخد صباعين ورق عنب او صباعين محشي، وحتة صغيرة جلاش او حتة صغيرة اي حاجة بشاميل. لو مش هتموت عليهم يا ريت تبعد عنهم وخليك في المحاشي اللي فيها رز ولحمة وكده، ده اكل كويس، ده بالنسبة لنا حاجة كويسة قوي. طيب خلصنا الجزء الصعب. في جزء اصعب طبعا اللي هي مرحلة فتح الحلويات، فتح العلب الكتير اللي بتبقى جاية اللي فيها حلويات. لو يعني يفضل ان انت تدخل من غير حاجات حلوة وتجيب هدية للبيت او حاجة زي كده، دي برضو فكرة، اقتراح بيبقى لطيف يعني، لو انت شايف انه دي حاجة احسن، يعني انه في ناس تانية هتجيب حاجات حلوة، فممكن تجيب هدية للبيت وده يبقى حاجة لطيفة جدا منك. طيب في حلويات واتفتحت، في بقى بسبوسة وكنافة ومش عارفة ايه، شوف اللي نفسك فيه ودي تاخد منها حتة صغيرة ارجوك. ليه؟ عشان الحاجات دي هتبهدل لنا الدنيا، وده يبقى العشاء، يبقى مع اي مشروب، قهوة، شاي، نسكافيه، اي حاجة من الاتجاه ده. فحاول نبقى بنلمت الدنيا، وتبقى دي اخر حاجة هنعملها. حاول ما تمكسش، يعني ما تقعدش تاخد من كذا حتة، يعني حاول ما تكترش، حاول تبقى الاحكام صغيرة، شوف اكتر حاجة نفسك فيها وهي دي اللي تاكلها. لو انت عارف تسيطر على نفسك وتخلي بالك وتبعد عن الحاجات دي، وده طبعا هيبقى احسن كتير، اعمل كده. لو حاسس انه في ضغط من الناس اللي حواليك، حاول يعني ايه فلفظ باي شكل ان انت مش قادر، بتتعب، دي شوية افكار كده ايه لما الناس بتضغط علينا يا ريت نلجأ لها. كمان بدعو الناس الاخرين اللي هم بيعزموا انه بليز ما تقعدش تضغط على الشخص اللي بيحاول ان هو يخس، انه لازم ياكل من الاكل اللي هو حاول يبطله، قعد وقت طويل عشان بيعافر ان هو يبطله، لانه الضغط الكتير مش احسن حاجة. هو هياكل، بس هياكل حاجات كويسة، هياكل حاجات صحية مناسبة ليه عشان يعرف يكمل على النظام الغذائي اللي هو ماشي عليه. طيب انا حاولت ان انا اقترح شوية اقتراحات وشوية افكار كده تقدر تساعدكم في الوقت اللي جاي، وتساعدنا في العزايم والمناسبات، وده ينفع في اي مناسبة او في اي خروجة او في اي حاجة، ان انا اختار الفرايتيز او اختار الاكل الصحي اللي هو ما يزودنيش، ما يخزنش مية، ما يخلينيش اقعد عافر عشان ارجع تاني للنظام الغذائي بتاعي. نحاول نلتزم على قد ما نقدر من فضلكم، بالذات الناس اللي بتتابع معايا، ارجوكم. احنا عارفين احنا بنعمل ايه وماشيين ازاي، فانا عامله الفيديو قلت عشان ما اقعدش ابعت شخص هتتبعت ليكم كلكم، فارجوكم نخلي بالنا، ناكل زي ما اتفقنا كده، نختار ايه اللي محتاجينه، ايه اللي هنتجنن عليه كله، بس بالكميات اللي احنا اتفقنا كده عليها. لو عندكم اي سؤال ابعتولي، ولو محتاجين اي مساعده في الدايت انا عامله باكجز عشان اساعدك ان انت تمشي مع حد هيعمل لك نظام مخصوص ليك انت، بالسعرات بتاعتك، باحتياجك انت من البروتين والنشويات والدهون الصحية. بندخل كل حاجة، بدخلك اللي انت نفسك فيه، بديك بدايل لو عايز طريقة شوكولات كيك، لو عايز طريقة كاب كيك، لو عايز طريقة اي حاجة نفسك فيها بديك البديل بتاعها تعملها ازاي، الوصفات بكتبها لك، بساعدك. انا معاك اونلاين طول الوقت، اسألوا اي حد بيتابع معايا، انا معاه اونلاين تقريبا طول الوقت، اي سؤال بيبعتولي برد عليه يوميا. بالليل قبل ما تنام بيبقى لازم تبعتلي انت عملت ايه، حتى لو عكينا بنحاول ما نعكش، بس بتبعتلي عشان ابقى عارفة بس ايه اللي ناقص، ايه اللي زايد، ايه اللي نفسك فيه، فببقى مقدرة كده الدنيا ماشية ازاي. بيبقى فيه طبعا متابعة اسبوعية، باخد المقاس والوزن وصلنا لايه، وايه المشاكل اللي قابلناها الاسبوع اللي فات، وبنحاول نحلها الاسبوع اللي بعده، عشان يبقى اول باول كده احنا مخليين بالنا، ما نستناش لغاية اخر الشهر ولا المتابعة الاسبوعية بس هي اللي تكون مزبطلنا الدنيا، لا، حتى المتابعة اليومية دي بتفرق جدا. اللي محتاج انه يبقى فيه متابعة او فولو اب معايا يبعتلي مسج، وهبعتله الباكجز، ولو عنده اي مشكلة في السعر، حاسس ان هو غالي قوي مش قادر، انا هساعده وممكن ننزل السعر شوية، يعني احنا بنحاول نمانج الدنيا مع بعض. ميرسي ليكوا خالص، وكل سنة وانتوا طيبين.